بغيتوا البنات تشرو زيت الزيتون وبغيتوا تعرفوا تجربوه واش زيت الزيتون طبيعي وما مخلطش. بقاو معايا في هذا الفيديو، غنوريكم واحد التجربه جهنميه ان شاء الله وسهله مهله تقدري تجربي بها واش زيت الزيتون حر ولا ماشي حر. هنا كتشوفوا معايا البنات خديت زيت الزيتون وكيبان لكم الزيت مفارق، كل واحد اللون ديالو، هذا اللون ديالو في شكل وهذا اللون ديالو في شكل، ولكن راهم بجوج ما مخلطين. شوف بجوج زيت الزيتون فري وزوينه، غير كيبقى على شكل الزيتونه والمعصره كيفاش كل زيتونه والشكل ديالها. كاين اللي كيطحن الكحل والخضر، كاين اللي كيعزل غير الخضر والكحل كيعزلو. هذا هو اللي كيخلي الزيت كيكون هكا كل واحد وعلى اللون ديالو. نبقاو البنات في التجربه اللي غادي نجرب معكم على زيت الزيتونه باش تعرفوها راها فري. المهم السلام عليكم خواتاتي، كراكم دايرين بعدا كي درتو مع هاد الشتيوه؟ حنا الحمد لله راحنا على خير وبخير، واخا راه جالسين لينا الوليدات من المدرسه وعاطينا بانه الحظر والحذر على البلاصه اللي فيها الودان وعلى البلاصه اللي فيها شي حاجه اللي تقدر تطيح على بنادم، حيت كاين عندنا واحد الرياح طويله زعما كبيره البنات، واحد الرياح واحد الجهد البنات ديال البرد راه ما شاء الله. زائد البنات تبارك الله على الشتا راه تبارك الله الليل كله هي كطيح. الله يعطيها لينا على قد النفع، ودعوا معنا حنا هنا كجهه سوس، دعوا معنا راه عندنا واحد شويه كنقولوا شويه الجو ماشي هو هذاك. الله يجعل يا ربي السلم والسلام حتى دوز هذا الشيء على خير وبخير. هنا البنات تقديت الزيت، تقديت هادو بجوج، غير كل واحد كيف ما كنقول لكم والشكل ديال الزيتونه كيفاش معصوره وكيفاش النوع ديال الزيتونه اللي هي مطحونه كزيت، اما باش تعرفيه واش هو بري ولا ماشي فري. باش تعرفي الزيتون البنات الزيت الزيتون واش هو فري ولا ماشي فري، ماشي بري فري جيت نقول لكم فري قلت لكم بري. اجوا البنات هذه كتجربه عطاها لي السيد اللي هو متخصص في الزيت، اجي واختي نشاركها معاكم. هنا البنات عندي زيت الزيتون اللي هو طبيعي، وعندي زيت الزيتون اللي هو مخلط. هنا خلطته انا بوحدي، انا خلطت زيت الزيتون بالزيت المائده. شوفوا زيت الزيتون غنخلطو بزيت المائده، انا غنزيد شويه قدامكم باش تعرفوا راه انا اللي خلطته. اما هو عندي زيت الزيتون بجوج، هذاك زيت الزيتون وهذاك زيت الزيتون وخلطته بوحدي، زدت فيه زيت العاديه زيت المائده زيت الروميه هكا. هذه كنخليها زيت الزيتون وهذه غنخليها مخلطه. وشوفوا معايا دابا البنات كتجربه الاولى وكتجربه الثانيه، غندير معكم جوج تجربات اللي هما من عند الفلاح ديال الزيتون. يعني كتجربه باش تعرفي الزيت الحره راها مزيانه وفعلا البنات صراحه الله التجربه كانت زوينه. اول حاجه كتشدي واحد شوي ديال الزيت الحره ديال البلديه وكتحكي يا اختي على يديك. شوفي عيد يدينا يا البنات حالتهم كعادت بالبرد والسمر وغسيل الماعن والسمر مشقنا. المهم ماشي مشكل، تفوت الشتا ونتهلاو في روسنا. صافي البنات هنا كتحكي ديك الزيت مزيان، الزيت كتغبر ما كتبقاش ميدمه ليك فوق من الجلد، كيشربها الجلد ديالك. الزيت البلديه اللي هي فري كتبقاي تحكي بحال كديري واحد الماساج، كتلقاي يدك نشفات من بعد ما كتبقاي تحكي بصبعك، كتلقاي ديك البلاصه شربات لك يدك كلها، ما بقاش لك الزيت الفوق. وهاد الزيت اللي مخلطه ملي كتحطي النقطه وتبقاي دهني كيبقى لك الزيت هكاك في بلاصتو، ما تيغبرش ما تيشربوش لحمك. يعني الزيت اللي مخلط واللي فيه الزيت الهكا واخا تبقاي عاد تنشفي فيه ما كيشربوش البنات لحمك، كيبقى لك الزيت هكا فوق من الجلد ديالك. والزيت اللي هو حر كيشربوا الجلد ديالك وكتبقى يدك حتى كتعود ناشفه، ما حدك انت كديري داك المساج حتى كتلقى يدك نشفات وما بقاش فيها الزيت، عاد فيها بحال الدسم هكا الفوق. الاخرى كتبقى لك فوق الجلد اللي مخلطه، كتبقى لك فوق الجلد ديال لحمك. اجيو البنات دابا غادي ندوز نشارك معكم التجربه الثانيه. هنا البنات كزيت الزيتون الحره، كزيت الزيتون الحره ملي كنهزوها ونديروها فوق البوطه، ردوا معايا البال، كطلع بواحد الشكل ديال الدخان عجيب،
كتشمي ريحه الزيتونه في داك الدخان، ديك الدخانه اللي غادي تقلى وتحسي بديك الدخان طلع مجهد وكتير، كتشمي ريحه الزيتون في داك الدخان، خاصك تشمي فيه ريحه الشياط ديال الزيتون، وكنتي كتشوفي الدخان كتير خارج من الزيت. شوفوا البنات راه غير كيبدا يسخن كيحمي واحد الطلعه ديال الدخان كتيره، وكتشمي ريحه الزيتونه في داك الدخان، كتحسي بالحشاشه ديال الزيتونه في داك الدخان. خاصك تشمي هاد اللمسه بنيوفك وتشوفي بعينك، تشوفي الدخان تيطلع من العاشق بزاف بحال هاد الطريقه، وانتي كتشمي ريحه الزيتونه، كتشمي ريحه الحروره ديال الزيتون. هذه التجربه الثانيه البنات. شوفوا ما شاء الله الدخان كيطلع بواحد الكثافه كبيره وانتي كتشمي منه الريحه ديال الزيتون. ندوزو للزيت المخلطه. هنا كاس زيت المخلطه بالرومي والبلدي، غادي نجيبوها فوق من البوطه، غتعطي واحد شويه الدخان، ماشي ما غتعطيش، ولكن ما كتعطيش ديك الكثافه ديال الدخان اللي هو دارها الزيت اللي هو حر، كتعطي واحد الدخان غير شويه وما كتشميش فيه نهائيا ريحه اللمسه ديال الزيت الزيتونه. شوفوا راه بحالو بحال هذاك، يعني جلس حتى تقلى حتى هو وما عطاش الدخان، كيبان لكم واحد شويه الدخان اللي تيخرج من العاشقه، وداك الدخان ما كتشميش فيه ريحه الزيتونه حيت تخلط، كتشمي عادي بحال كتشمي ريحه الزيت، ريحه الزيت محروقه، ما كتشميش ريحه الزيتونه، ريحه الزيتون بحال الا شميتي ريحه الورقه الزيتون ولا ندغتي الورقه وشميتي ديك ريحه الزيتونه ديالها. ايوا البنات كانت هي التجربه، نتمنى ان شاء الله تكون فادتكم، ومازال غنعطيكم واحد التجربه اخرى ان شاء الله اللي حتى صورت معكم هذا الفيديو عاده عرفتها وخصني نجربها لكم ان شاء الله حتى هي على الزيت. هنا شاركت معكم واحد الطاجين اللي صايبو مول الدار تبارك الله عليه. هاد الطاجين تصور البنات تجي تعريتو ما شفتوش انا كيفاش قادو ولا عاونتو فيه في بصله قطعتها لي، كل شيء تبارك الله صايبو هو، الله يعطيه الصحيحه، طيبو على الفاخر. التقاديده ديالو، التصاويب ديالو، التزواق هكا ديالو دارو بالزبيب والجلبانه والبصله والبرقوق واللحم البقري وطيبوا على الفاخر. الله يعطيه الصحيحه، ما ست ما ندير انا الا شاركت معكم في هذا القطع بصحتكم وريحتكم. وما ننساش نشارك معكم التشيشه اختي اللي ولفتها، رانا حطيتها معكم في فيديو قصير، عجبت ولادي ورجعت طيبتها ليهم تاني، وهنا حطيتها لهم تاني بالعسل والزيت البلديه. ما شاء الله في هذا الصميمر وهذا البرد صراحه الله البنات تاقولا او تشيشه باسنقار او بالذره غزاله 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 روعه منها. ديروها لوليداتكم في هذا البرد ومع السمر، يا سلام مع الزويته بلديه والعسيله. صراحه الله انا ولادي الحمد لله اللي عجبتهم ليا وبغوها وقالوا لي ماما نوضي عاودي طيبيها لينا، وعاود طيبتها لي من الكسكروت بالصحه والراحه. ونتمنى لا فيديو يعجبكم، بيزو عليكم.